اللحوم المجمدة بقت في كل حتة اليومين دول، برازيلي وهندي وغيرها. هل سألت نفسك ان اللحوم دي صحية ولا لا؟ وايه الفرق بينهم؟ تعالوا نكشف الحقيقة سوا، وصدقني بعد الفيديو ده هتبص اللحمة بطريقة مختلفة. بس اعمل لايك واشترك في القناة ويلا نكمل. اول حاجة لازم نعرفها ان اللحوم المجمدة دي حلال مستوردة بشكل رسمي، يعني مفيش فيها مشكلة من الناحية الدينية او الذبح او المصدر، لكن الفرق الحقيقي بينهم بيكون في نوع الحيوان وطريقة تربيته واكله، وده اللي بيأثر على الطعم والقيمة الغذائية ونسبة الدهون. اللحم البرازيلي بيجي من ابقار متربية في مزارع كبيرة في البرازيل وبتتغذى على الاعشاب الطبيعية، وده بيخلي لون اللحمة فاتح شوية وطعمها قريب جدا من البلدي، وكمان بتكون خفيفة اكتر على المعدة وبتكون اقل دسامة من اللحمة الهندي. اما اللحم الهندي غالبا بيجي من الجاموس، وده سبب ان لونه اغمق وطعمه اقوى وريحته نفاذة شوية، خصوصا لو متخزن او مطبوخ بطريقة غلط. كمان نسبة الدهون بتكون فيه اعلى شوية، وده معناه ان السعرات الحرارية اعلى كمان، يعني كل 100 جرام لحم هندي فيه من 220 ل 240 سعر حراري، في حين ان اللحمة البرازيلي فيها حوالي من 180 ل 200 سعر حراري بس. الرقمين باينين ان هم قريبين قوي، بس لو انت رياضي وماشي على نظام عجز سعرات هيفرق معاك. نيجي بقى للسؤال اللي الناس كلها بتساله، هل اللحوم المجمده دي صحيه؟ بص يا سيدي، اللحوم المجمده في حد ذاتها مش ضاره، بس المهم طريقه التجميد والتخزين. اللحمه لما بتتجمد بتفقد جزء بسيط من قيمتها الغذائيه، لكن لو التجميد اتعمل بشكل سريع وصحي القيمه الغذائيه هتفضل كويسه جدا. المشكله بتحصل لما اللحمه تفك وتتجمد اكتر من مره، لان ده بيكسر البروتينات وبيشجع نمو البكتيريا، وساعتها بتكون غير صالحه للاكل، وده تقدر تعرفه من شكلها او ريحتها. لو لونها غامق زياده عن اللزوم او ريحتها مش طبيعيه يبقى بلاش منها. نقطه صغيره جدا بتغلط فيها بعض الناس وهي طريقه فك التجميد، وده لانهم بينزلوا اللحمه من الفريزر لبره الثلاجه في المطبخ على درجه حراره المطبخ، وده غلط كبير جدا. الاصح انك تنزلها من الفريزر على الثلاجه وتسيبها تفك في درجه حراره الثلاجه ببطء عشان تفضل امنه وصحيه. نرجع تاني للمقارنه من ناحيه البروتين، فالاثنين فيهم نسبه قريبه من بعض، بس جوده البروتين في البرازيلي احسن، وده معناه امتصاص افضل في الجسم وهضم احسن. عشان كده الرياضيين بيفضلوا اللحم البرازيلي اكتر، خصوصا الناس اللي عايزه تزود كتله عضليه من غير ما تزود دهون. اما لو هدفك انك تاكل لحم كويس وسعرات محدوده، اللحم الهندي ممكن يكون اختيار عملي جدا، بس خليك حريص على اختيار النوع اللي متخزن كويس، وتغسله بخل وليمون قبل الطبخ عشان تقلل اي ريحه او بكتيريا. الخلاصه من الاخر، اللحم الهندي مش سيئه، بس دهونها وسعراتها اعلى وكمان جوده البروتين اقل، فمش هتكون افضل للرياضيين او اللي بيخسوا. اما اللحمه البرازيليه فبتعتبر خيار ممتاز، لو اتجمدت واتخزنت صح بتكون قريبه جدا من البلدي في الطعم والقيمه الغذائيه. في النهايه الموضوع بيرجع لاستخدامك وميزانيتك، بس اهم حاجه انك تختار المنتج الصح وتتعامل معاه بطريقه صحيحه. قولوا لي بقى في الكومنتات انتوا جربتوا انهي نوع وهتختاروا ايه بعد ما عرفتوا الفرق الحقيقي بينهم. وما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد عن التغذيه والتدريب، واوعى تستلف راحتك على حساب صحتك، لان صحتك اغلى ما تملك. سلام.